هي ما فهمتش علاش اعضاء الحكومه بحكومتها عطينا بالظهر وهربا للقدام. واش هربا للور ولا هربا للقدام؟ قال لنا سيرونا كسيرهم وسيرهم الى الوراء. يسيرون، قال زماننا كأهله وأهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم إلى الوراء. القرد سيد المجلس والليث جالس وراء. أنا نبغيهم يقولوا لي راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رحنا تقارنا، رحنا جينا في واحد الحكومة في واحد الظرفية عالمية استثنائية، وعندنا عامين ديال الجائحة، وعندهم نعاونهم أنا في الأسباب، وقلنا راه الغالب الله، ولكن حنا غادي نديروا جهدنا. ويبقى استرسال في التدخلات وفي التواصل وفي اللقاءات باش نوصل للمغربي الازمه اللي انا كنعيشها انا كحكومه. حتى عندنا ذاك الناطق الرسمي بالحكومه خصو يخرج من مجلس الحكومه، خصو يدير ذاك البركه. انا ما فهمتش بعدا كيفاش الناطق باسم الحكومه تيخرج فرحان في ذاك خصو يخرج عرقان. لا، خصو يعرق. خص الاسئله الحقيقيه وخص الاجتهاد المسؤول في الصحافه باش يحرجوه بالاسئله الحقيقيه اللي كيعيش المواطن. وحنا كنبقاو غير غاديين في داك الشيء تو فا بيان، والاسئله بسيطه اللي هو تيجاوب هو مرتاح. ولكن جا في اخر خرجه ديالو سيدي تواصلوا معنا قولوا لنا شنو درتوا الازمه الغلاء شنو درتوا. قال لك خرجنا بلجان محليه ودازت على 45,000 تاجر. شكون هو التاجر اللي مشينا عنده؟ مول الحانوت. واش مول الحانوت في يديه شي حاجه في هادشي هذا؟ مول الحانوت كتوصلوا ما تيشاب ب 9 دراهم، علاش ما يبيعش ب 10 دراهم؟ شنو بغيتي بهاد مول الحانوت؟ واش واحد جوج ويتباهى بارقامه ويقول اننا حررنا 2200 و 2400 محضر مخالفه واتلفنا مئات الاطنان من الحلويات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والتوابل. هادشي هذاك ما تحررش كنا غناكلوه. كنفكرشنا هادشي. والسنوات اللي قبل والشهور اللي قبل راه كنا كناكلوه، حيت ما عاد خرجوا اشتغلوا ولقاو هادشي كله. هذا عطاه باب، هذاك الناطق الرسمي بالحكومه باسم الحكومه عطاه باب لاي مواطن وقع له تسمم غذائي باش دابا يدعي الحكومه مباشره. علاقه سببيه ثابته في المسؤوليه التقصيريه. اذا حرت انا بعدا شخصيا حرت ملي كنطلبوا التواصل ما كاينش التواصل، سكات. وملي ينوضوا يتواصلوا يزبلوها. واش ما عندهمش مستشارين؟ اذا وصلت لواحد الاستنتاج بسيط جدا، وانا تنقولوا انا في قلب مني كنبكي في قلب مني.